بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم وصفة جميلة جدا، وصفة الزمن الجميل، وصفة امهاتنا واجدادنا. هنعمل مع بعض الكسكسي، طبعا اكلة البركة بقى. يعني ايه ما نعملها بقى بايه؟ بنحب ندي اخواتنا وحبايبنا وجيراننا والناس كلها بتاكل منها يعني. فأكلة لذيذة جدا، طبعا بتنفع حادق وبتنفع مسكر. الكسكسي هنعمل معاكم النهارده ان شاء الله. انا كده معايا كيلو ونص من الدقيق. هضيف عليهم معلقه من الملح، نص معلقه من الملح ونص معلقه من السكر، ومعايا حوالي كوبايتين وربع من الدقيق من الميه. هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر. والبيكنج باودر طبعا بيخلي ايه الدقيق، يعني حباية الكسكسي تنتفخ كده وتبقى هشة وجميلة يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين انا هنزل بالمية تدريجيا، يعني هنسل كده الدقيق وهفضل اقلب في الدقيق عشان انا عايزاه يكون ايه، عبارة عن حبات حصى كده، او ان هو ايه، ما يكونش دقيق، يعني يبقى متكتل معايا تكتيلات صغيرة كده. تمام. ونفضل بقى ايه ننسل كده زي ما انتوا شايفين ونقلب لحد ايه ما اقول لكم على القوام بتاعه دلوقتي، ما يكونش فيه نقطة دقيق باينة. تمام. طبعا انا حاطه الميه في دورق واسع عشان اقدر ان انا انسل بايدي اليمين وبقى ايه وبقلب بايدي الشمال، عشان طبعا الاكله دي عايزه الحبايب والكل يتلم حواليها وكل يساعد. فعشان انا بعمله لوحدي يعني، فزي ما انتوا شايفين كده بنفضل ننسل ونقلب لحد بقى ايه زي ما انتوا شايفين ابتدى الدقيق يختفي معايا. هنشوف مع بعض دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا الاكله دي بقى كنا زمان اهالينا بنتلم كده حوالينا نعملها بقى في الافراح. انا كنت افتكر ستي زمان كنا نجيب شوال دقيق ونقعد بقى ايه، يقعدوا بقى، كنا احنا صغيرين وكنا بنقعد برضو نساعد يعني. احنا اتعلمنا دي الاكله دي من امهاتنا ومن ايه من اجدادنا يعني. ممكن تبقى تحلية زي ما قلت لكم، طبعا بناكلها بالسكر البودر، وطبعا ايه وممكن بناكله برضو مع الزفر والطيور وكده، يعني مع البط بالذات بقى بيبقى ما شاء الله طعمه جميل جدا يعني مع شوربة البط. نعمل معاه يخني بصل كده بيبقى تحفة. وزي ما انتوا شايفين انا طبعا ما خليتش ولا نقطة دقيق زي ما انتوا شايفين. وببتدي بقى ان انا ابس كده في الايه في ال في الدقيق زي ما انتوا شايفين. وهفضل طبعا ابس لحد ما الدقيق يبقى زي حبات الحصى. وزي ما انتوا شايفين انا بوريكم مسحت ايدي من الدقيق ونزلتها في البتاع، ايدي ما فيهاش ولا نقطة دقيق زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا هحضر حتة قماشة بافتة طبعا بتبقى موجودة عندنا على طول، نعمل فيها الكسكسي والجبن والحاجات دي نضيفة زي الفل. وهحطها على ايه، على صينية كده، وهبتدي ان انا بقى ايه اطحن شوية شوية في الكبة يعني. هنطحن شوية شوية كده في كبة الخلاط. طبعا اهالينا زمان كانوا بيعملوه بقى في حاجة في الغربال، وكان بقى بيتكتل بقى كده ويدوخنا، ونقعد بقى ايه نفركه بشوية دي عشان نفك التكتلات. إيه طبعا الكبة سهلت علينا حاجات كتير جدا، وخلتنا بدل ما بنعمله في ساعتين تلاتة بنعمله في ثواني صراحة يعني. انجزت معايا جامد يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حبات رفيعة كده زي ما انتوا شايفين، مفروم حب صغنن خالص كده زي حبات الرمل. تمام. وطبعا هخلص كل الكمية، وهكون محضرة حلة الكسكسي على النار، طبعا مالية نصها مية. واللي ما عندوش طبعا حل الكسكسي هيستخدم مصفى زي ما انتوا شايفين بقول لكم اهو، ان هو بقى زي حبة الرملة الرفيعة. طبعا هلمه كده على بعضه في القماشة دي. وهبتدي بقى اروح على ايه على هغلي ميه في حله الكسكسي. طبعا هخلي نصها بس او ربعها، يعني حوالي تلتها كده ميه،
وهحط طبعا المصفى زي ما انتوا شايفين. لو مفيش بقى حلة كسكسي هنحط مصفى وزي ما بوريكم كده. اهم حاجة تكون الخروم بتاعة المصفى ساقطة في قلب الحلة، يعني ما تكونش الحلة اصغر من المصفى. تمام. وهنبتدي بقى طبعا مية مغلية، وهنحط طبعا الكسكسي في القماشة كده، وهنقفل عليه كويس، وهنسيبه بقى حوالي ايه، من نص ساعة، حوالي ساعة الا ربع كده او نص ساعة يعني. طبعا هوريكم حركة نعرف ازاي ان هو استوى. وطبعا هنغطي عليه او من نص ساعة لساعة الا ربع. هغطي طبعا عليه واسيبه بقى تماما. شوفوا انا بخبط كده عليه، لو طبل معايا كده زي الطبلة هيبقى ايه يعني ايه، هنعرف ان هو طبعا استوى. ما يطبل معايا كده زي صوت الطبلة، وزي ما بقول لكم استوى اهو بقى جميل جدا زي ما انتوا شايفين، جميل جدا ما شاء الله يعني. اكله بقى يعني ايه، كله يتشمل ويعمل بقى الكسكسي وما تخافوش وتجرأوا. هو طبعا بينزل كتكتلات كده، واحنا بنفرده بالايه، بالمعلقه يعني الكبيره او المقصوصه اللي بيقولوا عليها. بنبتدي بقى ان احنا ايه، طبعا نفتته كده زي ما انتوا شايفين. وبنزل بقى معايا برضو كوبايتين من الميه، وهبتدي برضو انسل برضو ايه، بوريكم اهو في الطبق، احطها في الطبق الواسع. وهبتدي بقى ان انا انسل كده زي ما انتوا شايفين، واقلب في الايه، في الكسكسي، علشان طبعا الرقة على الحركة دي. طبعا شوية المية دول بيخلوا الكسكسي مفلفل وحلو، ومحدش يخاف من المية. طول ما احنا ماشيين مظبوط محدش يخاف من المية. تمام. المقادير مظبوطة، يعني مثلا تعاملوا مع المقادير دي، ممكن ان انت تستخدموا نص الكمية، ممكن تزودوا، بس هي المقادير دي على كيلو ونص ايه، دقيق. تمام. في الاول استخدمت كوبايتين وربع من المية في اول لما كان دقيق، ودلوقتي استخدمت كوبايتين من المية. طبعا الرق على شوية المية دول، ممكن في ناس بتسقي بلبن بس انا بحبه يعني كده. طبعا الرق على شوية المية دول عشان ما يزورش وما يبقاش بيبقى ني كده ويشد، فما نخافش ونسقي الكسكسي بقلب جامد يعني. عشان انا عايزه اقول لكم، وانا صغيره اتعاملت معاه يعني ايه، كنت بطلعه برضو مش حلو عشان كنت بخاف احط ميه. فكله بقى ايه، شوف الطريقه كده ويتبعها ان شاء الله تبقى حلوه. طبعا انا سقيت كوبايتين من الميه على كيلو ونص دقيق دول زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى بايه، وهننزل برضو ايه بحوالي تلت كوبايه من السمنه. اي سمنه طبعا، بفضل طبعا سمنه بلدي. انا ضايفه مخلطه يعني نص كوبايه من السمنه عموما يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا هحط السمنه اهو، وهقلب الحركه دي بقى بتخليه مفلفل وحلو. وطبعا مش كل دي السمنه اللي احنا هنحطها، طبعا احنا الكسكسي بيحب السمنه، بس احنا بنضيفه في المرحله دي حبه صغيرين من السمنه عشان يفلفل معانا، وكل حبايه ما تبقاش ماسكه في اختها، يبقى مفلفل يعني. تمام. وهبتدي برضو كده ايه، ابس حبه فيه كده بحيث ادخل الميه مع السمنه تتغلغل في قلب يعني حبه الكسكسي وكده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى ايه، احطه على صينيتين او صينيه كبيره، واسيبه يتهوى شويه، وهفضل اقلبه لحد ما يتشمع الميه اللي فيه، تتشمع تماما عشان ما يعجنش مننا واحنا بنطحنه. ممكن تسيبوه على كده وتعملوه على طول تسووه مره تاني، بس انا بفضل اطحنه يعني عشان يبقى ناعم وحلو. تمام. بس هو كده برضو جميل والله. يعني ممكن نكتفي بالخطوه ان احنا نفرمه مره واحده ونسويه المره التانية. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو انا بطحنه المره التانية، ناعم وجميل جدا. هي الكبة سهلت علينا امور كتير فمش هنتعب فيه يعني، فبفضل ان انتوا تطحنوه المرة التانية. بس طبعا في المرة دي هنطحن نص طحنة كده كل مرة، ضربتين كده عشان ما ينعمش مننا قوي يعني. لا اله الا الله، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بوريكم ان هو بقى زي حبات الرملة الناعمة زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا يعني. وهبتدي طبعا اسويه برضو
على البخار في حلة الكسكسي. واللي ما عندوش حلة زي ما قلتلكم هيحط مصفى، ولا عجين اللي بنحطه ده ولا اي حاجة. اهم حاجة المصفى تبقى ساقطة في قلب الحلة، عشان ايه؟ اي فيش خرم خارج بره، يعني كل الخروم بتاعة المصفى تكون في قلب الحلة. وزي ما قلت لكم نفس الخطوة برضو، خبطنا كده وخلصنا المرة التانية الكسكسي لمدة نص ساعة، برضو سيبناه. ما شاء الله اتعمل وعلى درجة حرارة متوسطة، اتعمل وبقى جميل جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا حبة الكسكسي جميلة جدا. وبرضو هبتدي افرد عشان لو في حاجة متكتلة برضو بالمقصوصة كده شوية، كله هيتفرد معانا وكله هيبقى جميل جدا. شوفوا كله نص دقيق رمى معايا، ما شاء الله. يعني اكلنا احنا والدنيا كلها يعني. تمام، طريقته سهلة جدا يعني. زي ما انتوا شايفين كده خلصت طبعا ايه، ظبطته. وهنبتدي بقى نقسمه على حبة، الحبة اللي احنا هنعملهم بسمنة وسكر حطينا سمنتنا عادي، والحبة التانيين اللي في الصينية التانية عملناهم ايه، هنشيلهم بقى نكيسهم في التلاجة او هناكلهم مع ايه، مع شوربة او لبن. ما بيفضلش نضيف عليهم يعني ايه، سمنة. تمام. بصوا بقول لكم مفلفل جدا، جميل جدا جدا، ما شاء الله تحفة بصراحة يعني. كل حباية لوحدها زي ما انتوا شايفين كده، ومفلفل بقى وجميل جدا يعني. وادي بقى ايه الكسكسي الجميل. طبعا بقى بنزينه عشان انا عاملاه مسكر، بحط بقى سكر بودرة وشوية مكسرات كده وزبيب وجوز الهند، وممكن نضيف قرفة برضو، بس انا ولادي مش بيحبوا القرفة. جميل جدا. اخواتي ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وهتنسوا اللايك. السلام عليكم ورحمة الله.